مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم في حلقه. يا جماعه في حاجه طايره في لا مش غير المايك في حاجه طايره يا جماعه في والله. طيب اسف زي ما احنا. مشاهدينا الاعزاء، برحب بكم في حلقه جديده وبرنامجكم خد فكره واشتري بعد بكره. ليه بعد بكره؟ لان بكره اجازه وان شاء الله تجونا بعد يوم السبت ان شاء الله وتشرفونا، ما حدش هيمنعكم خالص تيجوا تخشوا. الحقيقه بيميز شركتنا، ما قلتلكوش اسمها ايه طبعا، شركه اخوانكم مسلميتو، طبعا كلكم عارفينها مشهوره جدا. انتوا بتشاهدوها دلوقتي على قناه انت عيل اخوانجي واللي بتشوفوها على الفيسبوك. ودي اولى حلقات برنامجنا خد فكره واشتري بكره زي ما قلت لكم. بعد بكره الاستاذ محمد مالك، الاستاذ المحترم محمد مالك. سامحوني طبعا انا يعني مفيش دقن وكده، الحقيقه كان البرنامج مفاجئ، ما لحقتش اجهز نفسي، والقفطان بيتغسل عشان ما حدش يسالني برده فين البتاع. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين شركتنا شركه اخوانكم مسلميتو هي بتشتغل في التجاره والتوزيع وترويج المستهلكات الادميه وترويج البضائع المستهلكه وترويج البضائع المستهلكه الادميه. بمناسبه عيد الام، ان عيد الام خلاص فاضل عليه تقريبا 10 شهور. لو فاكرين السنه اللي فاتت اللي هي من شهرين تقريبا كان عيد الام، الشهر اللي فات كان عيد الام جه وكنا لسه بنحتفل بالثوره وكده. فاحنا ان شاء الله السنه الجايه عشان يعني نبقى مواكبين للمواكب كلها، قلنا ندمج الاثنين في بعض، فممكن يبقى عيد ثوره الام او عيد ام الثوره. فمش غلط، اقصد عيد ام الثوره اللي هو يعني عيد ام الثوره. ومعانا النهارده منتج هديه لكل ست بيت مصريه عصريه اساسيه، الخلاط الدينامو المعجزه. هنطلع فاصل ونرجع نشوف الخلاط المعجزه. مفيش فاصل؟ مش قلت لحضرتك في فاصل دلوقتي؟ عايز اشرب. طب اطلع اذان الظهر طب ولا اي حاجه؟ مفيش حاجه؟ مش قادر اسيبكم الحقيقه، هكمل معاكم الحلقه. خليكم معايا، هجيب لكم مفاجاه. محدش يتحرك، هجيبها لكم. لقيته هي دي المفاجاه بتاعتنا النهارده يا جماعه. طبعا انا عارف، انا شايف سامع بعض الساده المشاهدين هيقول لي ده مش خلاط. مش خلاط يعني، طبعا حاجه يعني تعذر علينا ان احنا نجيب خلاط، فاحنا جبنا هذا الكوز. تخيلوا معايا ان هو خلاط، وابدا اشرح لكم عليه امكانيات ومميزات الخلاط بتاعنا احنا شركه اخوانكم مسلميتو. طبعا هتسالوني طب ما جبتش خلاط ليه؟ اكيد سؤال يبدا يتبادر الى الاذهان، بس الحقيقه ما رضوش يدوني في الشركه خلاط، لان انا الحقيقه كنت مضيع واحد قبل كده وقالوا لي قالوا لي مش هينفع تاخد الحقيقه خلاط المره دي، عايزين يدوا لي بقى على وصل امانه وحاجات زي كده. فطبعا هو يعني خلاط براون يعني ده اصلا كده هيبوظ اصلا. بنبدا نتكلم عن مميزات هذا الخلاط. زي ما انتم شايفين بيلف تمام، بيلف الناحيه الثانيه برضه. في مميزات كتير بس هنتكلم عليها بالترتيب. اول ميزه شكله الانسيابي المفلطح الداخلي. دي مش موجوده في اي حاجه، ممكن تكون موجوده في بعض المكانس الكهربائيه لكن مش موجوده في اي خلاط. شكله الانسيابي يديكم شكل عارفين القصريه بتاعت الاطفال، بس طبعا انتوا مش هتعرفوا الاطفال احباب والله يعني مفيش حاجه. طبعا كله بيتميز منتجات يقول لك شكله من بره وبتاع، احنا ما بيهمناش، اهم حاجه عندنا الجوهر. هنتفرج على تصميمه الداخلي من جوه عامل ازاي. طبعا منتجاتنا كلها بتتميز بسهوله استخدامها، فاحنا بنفتحه عشان نوري حضرتك لكل ست بيت منظره من جوه. طبعا لو في حاجات كان زمانها اتدلقت دلوقتي بس هو فاضي. جماعه لو سمحت حد مش عارف هنفتحه ونشوفه من جوه دلوقتي. يا جماعه حد يجي يفتح لي البتاع ده. تعال انت. مش عايز يفتح، مش عارف ليه. بس ايدك معايا بس كده. لا خليك معايا ده المساعد بتاعي. هو حاول حاجه يعني مش عارف. شد كده معايا، شد بس كده. لا مش هيجي كده معايا. لا بس مش عارف، مش هيفتح. مش فتح. مش هيتكلم. انا عندي واحد زيه في البيت. انت جايب زيه؟ شغال معاك كويس؟ زي الفل. ده جايبه بكام؟ 55 جنيه. احنا حراميه على كده. واكيد طبعا. على العموم خير. انا مش هقفله تاني طبعا عشان مش هعرف افتحه. لو طب خلاص ممكن ترجع مكانك. خلاص انا فتحته لك. ارجع مكانك. انا هغلط فيك كل يوم اغلط فيك زي ما انتم شايفين. ممكن نقرب كده. سامحوني بس ان لغتي العاميه مش قويه شويه، اللي متعود اتكلم باللغه العربيه الفصحى زي ما شفتوا في مسلسل الجماعه استاذ وحيد حامد بنتكلم بقى، بس دي محتاجه ان انا اطلع الكتالوج. دي المفاجاه برضه ثانيه ان في كتالوج معايا، فاحنا عاملينه كتالوج بسيط جدا.
سهل جدا اي حد يقراه، عاملينه باللغه العربيه الفصحى وبرده باللغه العاميه، بحيث لو في حد امي ولا حاجه يبقى ايه وعيد الام جاي يبقى ايه برضك ممكن نحتفل بيه. انا اتعلمت افتحه دلوقتي خلاص، بيتفتح بسهوله جدا. الخلاط بتاعنا فيه ميزه ثانيه، الخلاط بقى مش دوت، عشان برضو انا هقول لكم تاني مش ده الخلاط يا جماعه، عشان حد مثلا كان قاعد في الحمام ولا حاجه لسه جاي ما يبقاش مش عايزين غباء، قلنا مش ده الخلاط، ده بس بنشرح عليه. بتحط حضرتك اي حاجه عايزه تخلطيها، بتتفرج على ايه؟ انه مزود ممكن تركبي فيه شريحتين، تحط فيه خطين، بحيث انك مثلا ايه عايزه جوزك جاي من الشغل وعايزه تجيبي حاجه ناقصك طماطم ناقصك حاجه بتاع، هو زر بتتكي عليه وانت شغاله وبتقولي له انت عايزاه. اهم ميزه احنا جايين نتكلم عنها النهارده، طبعا انتوا عارفين قلت لكم ان احنا شركه اخوانكم مسلميتو، شكرا. زي ما انتم شايفين، فاهم ميزه واللي اتكلم عنها ناس كتير قوي الفتره اللي فاتت، ان احنا متميزين الحقيقه في حته ان احنا بنخلط الدين بالسياسه. الخلاط بتاعنا يا جماعه هو اللي بنخلط بيه الدين بالسياسه، عشان لو اي حد عايز يخلط الدين بالسياسه فالخلاط بتاعنا فيه الميزه ديت مش موجوده عند اي حد تاني. باتصالاتكم وارائكم هيظهر دلوقتي رقم ممكن يعني تتواصلوا معانا بيه، هيظهر هنا تحت في الحته دي تحت كده في الشاشه، بتتصلوا بيه وبنستقبل عليه اتصالكم، رسائلكم، تبرعاتكم، ملابسكم، كل حاجه بنستقبلها. ما جبتوش خط؟ مفيش تليفون؟ اسف يا جماعه معلش. الايميل هيظهر دلوقتي على الشاشه تحت. المخرج بيقول مفيش ايميل برضه، ما تتصرف اي حاجه ليها وكده اي حاجه مفيش. طيب يا مش مشكله، احنا هنتصل بيكم، نتصل بكل مواطن، البرنامج بتاعنا دي بقى الميزه اللي عندنا، هنتصل بكل مواطن وناخد رايه في الموضوع دوت. نبدا دلوقتي. كنتوا يا جماعه ممكن تتصلنا باي حد؟ يا ريت. انا سايب لكم نمر تليفون، في ناس قرايبي عندكم ممكن تتصلوا باي حد. ماشي، احنا لو حد ما يتصلوا باي حد هندردش مع بعض. معانا اتصال؟ ايوه. ومعانا اتصال من صديقه البرنامج الاستاذه الدكتوره ام خميس. مش عارف صديقه البرنامج ازاي، دي اول حلقه بس المخرج بيقول لي صديقه البرنامج. المهم، ايوه يا استاذ ام خميس سامعينك. انا اسف يا دكتوره ام خميس سامعينك. الو. ايوه لا سامعينك حضرتك. انا سيب ابوك نايم يا ولد. بتعملي ايه؟ الو يا ست خليك معايا. ايوه سامع حضرتك. هتغلط في السياسه، انا مش فاهمه منك حاجه يا عم. الله ده انا قاعده جاتكم القرف. سؤال الحقيقه يا جماعه استاذه ام خميس يعني بجد سؤال رائع جدا وذكي جدا، ما توقعتش نطلع من ام خميس بصراحه. يعني الحقيقه انا هرد على ست ام خميس او الدكتوره ام خميس صديقه البرنامج زي ما المخرج قال لي، وبنقول لها حضرتك خلط الدين بالسياسه دوت يبقى زي في قانون طوارئ، في قانون طهاره. مش غلط طهاره، انا اقصد طبعا وضوء، ومحدش فهمني غلط طبعا، فوق مستوى الشبهات. ويا ست ام خميس لو تحبي تسمعي حاجه معانا. الو قفلت مش مشكله. ومعانا اتصال تاني، معانا اتصال المره دي بقى اتصال من الدوله العربيه، احد اشقائنا العرب. السلام عليكم. اتفضل. اسمعني. ايوه سامعك اتفضل. ايش راح تسوون اللي راح يكسر اشارات المرور؟ تسددوا ولا ايش تسوون؟ جاوبني يا اخي الله يكرمك. السلام عليكم. انا اوضح لحضرتك النقطه ديت. هذا الاخ الشقيق بيقول لي يعني دلوقتي اللي يكسر اشاره المرور مثلا هتجلدوه؟ لا طبعا مش هيتجلد. يعني البلد دلوقتي يعني في وضع لا يسمح باي تجاوزات، ولازم يبقى فيه نوع من الردع. الردع طبعا اللي هو الردع، يعني مش الردع. اللي هيكسر اشاره المرور يتعلق في اشاره المرور، بحيث ان كل العربيات اللي معديه تبدا تشوفه ايه ده اللي كسر. طب دلوقتي احنا هنعمل تجربه عمليه نوري ازاي نخلط الدين بالسياسه. نتخيل برضو زي ما قلت لكم ده الخلاط تاني، عشان لو حد لسه جاي قاعد كان جاي من مشوار او كان في الحمام ولا حاجه دوت، مش عايزين غباء تاني في الحلقه، مش عايزين. كفايه اللي شغالين معايا. يعني في تين شوكي مثلا تحطه بشوكه برضو، بنحط تين. تخيل مثلا في تين بتحطه، وبتجيب حضرتك بتجيبي تين برشومي، ولو مش بتبرشم ممكن تبرشميه حضرتك كنت واقفه في المطبخ وبتحطيه. ده كده التين تمام. بنجيب السياسه، ممكن تجيبي مثلا ايه بعض المواد مثلا من الدستور القديم، وتبداي تطبقيها كده بهذا الشكل وتبداي تحطيها مع التين. بس احنا ممكن نعمل ايه؟ بتبليها بشويه ميه عشان ما يحصلكش معاكي وبتاع تصحي من الحمام، وعارفين طبعا. فبنحطه كده وبتبدا تشغل. طبعا ما تشغلش حضرتك، ما تشغليش بايدك جوه، ممكن صوابعك تتقطع. بنقفل كده وبتبداي ايه تشغلي. واتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه ديت. اشكركم الحقيقه على هذه المتابعه، ونوعدكم ان شاء الله بحلقه جديده في يوم تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا كده قفلتوا ولا ايه؟ روح اشرب. تمام. الحلقه خلصت.